$400 بس اقدر اشتري بيانات 4 مليون مصري من حيث اسم ورقم القومي وجهة العلاج وكل الكلام ده. وزارة الصحة طلعت قالت ان البيانات دي مخلقة بالذكاء الصناعي مش بيانات حقيقية، ولكن فضولي خد ان اجيب عينة من البيانات دي من على الدارك ويب، وقدرت بالفعل اوصل لها وكلمت صحابي من على الواتساب، سألتهم اذا كانت البيانات دي حقيقية ولا لا، وده اللي هنعرفه خلال الفيديو ان شاء الله. عشان نفهم بداية الحكاية او الرواية من الاول يعني لازم نرجع كذا خطوة لورا. مش قوي يعني، من فترة بسيطة السوشيال ميديا اتقلبت بخبر تسريب بيانات 85 مليون مصري. الرقم مرعب، الرقم كان كبير ساعتها. بس خليني اقول لك التفاصيل بتاعة الحكاية واقول لك التقارير ساعتها كانت بتقول ايه. القصة الحقيقية والأخطر يعني كانت موجودة على الدارك ويب، أحد المنتديات المتخصصة يعني في نشر البيانات المسربة وإنها بتباعها يعني تبادل بيانات. في هاكر اسمه كروس تيلر نشر أو نزل قاعدة بيانات مساحتها حوالي 2 جيجا وكسور، بتضم حوالي 4 مليون سجل طبي لمرضى مصريين. التسريب ده بحسب الهاكر حصل في 16 فبراير 2026، ولكن عاد نشره كذا مرة عشان ما كانش موجود على الموقع دوت، كان موجود على موقع تاني وهكذا. الرد الرسمي كان قاطع من وزارة الصحة إن البيانات دي مخلقة بالذكاء الصناعي، وإن الأرقام التأمينية مش مدققة. التصريح ده خلاني صراحة أبص كده وأقف أسأل سؤال واحد: هو الهاكر فاضي يألف 4 مليون سجل وهمي عشان $400؟ وفي الاخر لو واحد اشترى السجل ده ب $400، هل هو كده حمى سمعته؟ لا، ما في الاخر سمعته اتضرت، في الاخر هو الناس عرفت ان هو بيبيع بيانات فيك ومش هيقدر ينشر بيانات تانية. فكان لازم اتاكد بنفسي. حملت عينه من البيانات المسربه دي، وبحكم دراستي يعني بصيت اول حاجه على التفاصيل اللي صعب جدا الذكاء الصناعي يخلقها يعني في الوقت ده بالدقه دي. لحد كده من حوالي 4 مليون سجل طبي، مستحيل يكتب السجل الطبي في ال 4 مليون صح. بصيت على 800 واحد اللي هي العينه المجانيه فيها 800، بصيت عليهم من اول نظره التشخيصات صح، العمليات صح، مفيش اي تعارض، مفيش اي مشكله. فاول ريد فلاج من تصريح وزاره الصحه يعني ظهر معانا. الداتا اللي كانت معايا او ال 800 رقم اللي ببلاش دول ما كانتش بس اسماء وارقام قوميه، لا، دي كانت بتحتوي على ادق تفاصيل قرارات العلاج على نفقه الدوله، لانها معظمها على نفقه الدوله. مش عارف اشمعنى هو خد النقطه دي، بس هو وصل للداتا دي يعني. احنا بنتكلم عن يعتبر سجل طبي كامل باسماء مستشفيات وتشخيص دقيق وغيرها من الحاجات كمان. اخدت عينه من العينه ديت، اخدت عينه عشوائيه يعني. كلمت صحابي على الواتساب، سالتهم هو حضرتك اسمك كذا، عملت العمليه كذا في مستشفى كذا يوم كذا. الرد صراحه كان مختلف تماما عن تصريح وزارة الصحة، كان صادم يعني بالنسبة لي إن البيانات دي كلها صح، يعني بالحرف حتى بالأرقام القومية. الناس كانت مقلقة شوية، كان في منهم اللي خايف، في منهم اللي رن عليا أكتر من مرة. وده اللي بيفتت أو بينسف نظرية وزارة الصحة إن البيانات دي مخلقة بالذكاء الاصطناعي. فأنا مش فاهم صراحة ليه كوزارة الصحة يعني تطلع تقول إن البيانات دي مش حقيقية مع إنها بيانات حقيقية. هل ده يعني عشان تهدي الرأي العام، عشان تهدي السوشيال ميديا، مع ان اي حد، انا هوت مثلا مش صاحب شركة، مش متخصص في المجال اصلا، خدت العينة دورت عنها كلمت الناس على الواتساب وقدرت اوصل ان البيانات صح. فايه الهدف من انك تكذب في حاجة زي دي؟ بس السؤال الاهم بعيدا عن ان التصريح يعني كان مضلل، ان ازاي سيستم حساس زي ده بيتسرب اصلا. هيجي في دماغك ان هو بقى زي الافلام بتاعه الهاكينج، والهاكر قاعد على كرسي كده وقاعد قدامه شاشات كبيره، ولازما كان مثلا يقتل دكتور او حاجه عشان يوصل للبيانات دي. بس في الحقيقه وفي عالم السايبر سيكيورتي الكوارث دي بتحصل لاسباب تقنيه واضحه، واوقات بتكون اسباب تافهه اصلا. اول احتمال اصلا هو ان في ثغرات في واجهه برمجه التطبيقات، او اللي بنسميها يعني اي بي ايز، ما بتكونش محميه بشكل كافي. احيانا المبرمج اللي عامل الموقع مثلا بيسيبه مفتوح لهدف معين، ممكن حد يستعمل من بيانات المرضى او معاه بس الرقم القومي او الرقم التسلسلي بتاع التامين ويقدر يوصل لبياناته كلها. فالهاكر هنا بيعمل سكريبت بيسحب الداتا ديت كلها، والسكريبت ده او الحوار ده كله اسمه يعني داتا سكرابنج، وده طبعا عمليه الليجل في النقطه دي. الاحتمال التاني وهو ثغرات الحقن او السيكول انجكشن، يعني بوابات الاستعمال الحكوميه مثلا واللي بتسمح للناس ان هو يدخل الرقم القومي بتاعه او الرقم التاميني ويدور على بياناته كلها. الهاكر هنا بقى بيدي اوامر خبيثه او اوامر المفروض ما قاعده البيانات ما تستجيبش ليها، ويقول لها هاتي كل السجلات اللي عندك، او اصلا ما يكتبش رقم قومي صح ويقول لها مثلا انا الادمن، فيخش بالادمن يعني بالاكسس بتاعت الادمن ويجيب كل السجلات ببساطه. الاحتمال التالت بقى والاكثر شيوعا هو شركات الطرف التالت او شركات الاي تي، يعني اللي بتعمل صيانه للسيستم او اللي هي عامله السيستم اصلا. ممكن يكون جهاز مهندس فيهم بيستخدم كراك، مش دافع فلوس اشتراك معين، فبيستخدم كراك عادي يعني. فالجهاز بتاعه مخترق، ومن خلاله الهاكر دخل على جهاز تاني لغايه ما وصل لسيرفر الشركه او سيرفر وزاره الصحه،
وقدر يسحب النسخ الاحتياطية أو النسخة الأصلية أصلا مش الباك اب كمان. طيب ليه الداتا دي كلها معروضة ب $400 بس؟ وليه الطبيعي إن البيانات الطبية أصلا بتكون أغلى من بيانات الكروت البنكية اللي هي الكريدت كاردز والديبت كاردز يعني على الدارك ويب؟ بص تعالى أفهمك أنا الموضوع ده. هو الموضوع كله على حاجة اسمها ميديكال ايدنتي ثيفت أو سرقة الهوية الطبية بتاعتك. يعني ببساطة الفيزا بتاعتك لو اتسرقت أنت هتكلم البنك في حوالي 5 دقايق مثلا، هيقفل لك الفيزا اللي اتسرقت ديت وتطلع غيرها. ولكن لو تاريخك المرضي اتباع أو اتسرب، مم. هل هتروح لوزارة الصحة أو للدكتور تقول له والله بص أنا كان عندي سكر في الماضي بس خلاص الموضوع ده اتسرب، في ناس كتير عرفته، خلي عندي ضغط مثلا غير لي المعلومة ديت؟ لا، مستحيل يتغير. فالهاكرز هنا بيبيعوا الداتا دي رخيصة عشان تتباع لمئات النصابين حرفيا دفعة واحدة. هو خلاص بدل ما بيعها الواحد بس ب$1000، لا نوصل لعينة أكتر أو يعني لعدد أكبر من الناس ب$400. هوصل للضعف مثلا ب$400، فمكسبها هيبقى أزيد. وهنا بقى تبدأ الكارثة الكبيرة، الا وهي السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه. النصاب هيتصل بيك مثلا ومش هيقول لك انت كسبت في مسابقه كذا في وزاره الصحه، لا لا، هيكلمك كانه مسؤول من التامين الصحي او من مسؤول من لجنه العلاج على نفقه الدوله، ويقول لك اسمك كامل وعنوانك ورقم القومي وكل الكلام ده ونوع عمليتك بقى واسم الدكتور اللي بيتابع معاك، والكلام كله رسمي وما فيهوش اي شك، حرفيا كله كلام صح. وهيقول لك احنا عندنا مشكله في قرار علاج كذا محتاجين نحدث بيانات الدفع. فنسبة إن الناس الكبيرة بالتحديد إنها ترد عليه وتصدقه يعني وتديله كمان بيانات الكريدت كارد بتاعتها، ولو بعت لهم اس ام اس فيها الاو تي بي هيبعتوا له كمان، بتوصل لأكتر من 100% حرفيا، لأنه هيبقى معاه كل الدليل، معاه كل الإثباتات اللي أي حد هيعوزها، ويسلموا بياناته البنكية حرفيا طوعية، أو إن هو مديها له هو أنا بدي البيانات ديت للحكومة، الحكومة هتسرقنا يا عم، تكذب علينا بس يعني. أزمة زي دي بقى بتعلمنا إن إحنا في عصر اسمه الزيرو تراست أو انعدام الثقة ما بينك وما بين أي حد حرفيا، لحين ما الجهات المختصة يعني تحل الثغرات اللي موجودة في كل حتة ديت في الأنظمة الحكومية في مصر، سواء جامعات سواء وزارات، عشان وزارة العمل برضو فيها تسريبات حصلت. وأحب أكد يعني إن البيانات عاملة زي البنزين بتاع العصر الحالي أو هي البترول أو النفط بتاع العصر الحديث زي ما بيقولوا، حمايتها هي مسؤولية مشتركة ما بيننا إحنا كمستخدمين، إن أنت ما تنشرش ثغرات، إن أنت ما تحاولش تدمر السيستم، وما بين السيستم ذات نفسه اللي هو الناس المسؤولين عن الحكومة الوزارة ذات نفسها وهكذا. فلو عجبك التحقيق ده، لو عجبك القصة عامة، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عايزين نعدي الرقم العظيم اللي احنا فيه دلوقتي. وشير كمان عشان توعية الناس، وما تنساش تأكد على الناس الكبيرة الموضوع اللي أنا إن هو يعني ما يصدقوش أي مكالمة جايلهم وما يدوش معلوماتهم لأي حد في مكالمة تليفون. فما تنساش تشترك في القناة واستنى كمان تحقيقات كتير وتقارير أكتر وقصص أكتر إن شاء الله. وسلام.